السلام عليكم، فيديو جديد مع وصفة جديدة. نتمنى تكونوا بصحة جيدة وأحوالكم طيبة وعشركم مباركة. عيدكم مبارك، الله يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة وباش ما كتمناو. نحن على الأبواب، عيد الأضحى إن شاء الله مبقى ليه والو. واللي باقا ما صايباتش الحلوة، تحضر هذه الحلوة هذه غنشارك معكم اليوم. حلوة ديال الكوك أو لا حلوة البطاطا كما كنقولوا ليها، حلوة ديال الطابع د البطاطا. كتجي صراحة بنينة ومقرمشة في واحد القرمشة رائعة جدا، واحد البنة خطيرة. تبعوا معي الفيديو الاخير باش تعرفوا على طريقه التحضير ديالها. ونبداو على بركه الله في المكونات. بالنسبه للمكونات ديال هذه الحلوه غنحتاجوا ليها 125 غرام ديال الزبده. بالنسبه للزبده انا اختاريت ندير هذه الزبده ديال البواطه، كتكون لينه وسهله في الخدمه. تقدروا ديروا اي نوع ديال الزبده، مارغرين او هذا النوع هذا ديال البواطه، لكم الاختيار. غادي نضيف عليه واحد الكيس ديال الفانيلا باش كنسموا الحلوه ديالنا. وغادي نضيف واحد القبيصه ديال الملحه، وغادي نضيف كاس ديال السكر الخشن، سكر سنيده. من الافضل هاد الحلوه هذه نديرو فيها السكر سنيده باش كتجينا مقرمشه، ما ديروش سكر كلاصي. كنحاول نخدم مزيان هذيك الزبده مع السكر حتى كيرجعوا على شكل بوماد. وبالنسبه لهاد الحلوه هذه راه كتخرج تبارك الله ما شاء الله كميه كبيره، يعني رغم المكونات ديالها القليله او البسيطه كتخرج كميه كبيره وكتجي صراحه رائعه جدا. غتعجبكم وسهله في التحضير ديالها، ما كتطلبش منا بزاف ديال الوقت، غير كتحضر ما فيهاش صعوبات نهائيا. هنا غادي نخدم مزيان ديك الزبده كما كتلاحظوا مع السكر حتى كيبداو دوك الحبيبات ديال السكر كيذوبوا. وغادي نضيف هنايا كاس ديال الزيت النباتي. بالنسبه للعبار ديال الكاس كتخدموا بكاس العنبه باش كتعبروا هاد المكونات كاملين. انا غنخلط مزيان المكونات حتى كتندمج ليا ديك الزيت مع الزبده والسكر. وغادي نضيف عليهم 2 حبات ديال البيض اللي كيكونوا بحراره المطبخ متوسطين الحجم، 2 ديال البيضات. وغادي نخلطهم مزيان حتى كيندمجوا ليا مع المكونات الاولى. هنا كنحاول نخلطو مزيان هذا الخليط هذا حتى كيولي كريمي بحال هكا، كيولي بحال هذا الشكل هذا. عاد غادي نضيف عليه المكونات المتبقيه. غادي نضيف هنايا كاس ديال الكوك. بالنسبه للكوك يكون نوعيه جيده اللي كيكون فيه، يعني كيكون مدهن، من الاحسن يكون ميدم كما كنقولوا، يعني النوعيه الجيده في الكوك باش كتحصلوا على حلوه بنينه. صراحه هذه الحلوه هذه ملي كطيب كتعطي واحد الريحه غزاله في الدار والمذاق ديالها خطير جدا. وهذا يعني بفضل الكوك. ضروري خصكم ديروا كوك اللي كيكون او جوز الهند اللي كيكون نوعيه جيده، اللي كيكون ميدم. ضروري ما ديروش داك الكوك اللي كيكون رقيق بزاف، هذاك ما كيكونش فيه صراحه المذاق وما كيعطيش لوغو زوين وما كتعطيش ديك الرائحه الزوينه ديال الكوك. صافي هنا من بعد ما خلط داك الكوك مع المكونات الاولى غنبدا نضيف الدقيق تدريجيا. بالنسبه للدقيق اللي كيكون خاص بالحلويات بطبيعه الحال ومغربل، يعني نوعيه جيده ومغربل، كنضيفوه تدريجيا. وحنا كنخلطوا دائما الحلوه ما خاصهاش تكون قاصحه. دائما الحلوه باش تجيكم هشيشه وزوينه خاصها تكون يعني العجينه ديالها لينه. نتوما تشوفوا معايا القوام ديالها في الاخير. نبدا نضيف الدقيق تدريجيا. تقريبا هاد الحلوه هذه كتاخذ تقريبا واحد 700 غرام بحال هكا ديال الدقيق، يعني كيلو ما كاملش. هنا غادي نضيف جوج خمارات، 2 اكياس ديال الخميره، كل كيس كيوزن 8 غرام.
وكما قلت لكم الدقيق كنضيفوه تدريجيا حتى كيبان لنا الخليط ديالنا هو هذاك. يعني كنجي نحطو كيلو وكنبقاو نضيفو منه. دائما راه الدقيق كيختلف من نوعيه لنوعيه. هانتوما القوام ديال الحلوه كيفاش خصها تكون، بحال هكا تجي رطبه. هنا غادي نحاول انني نشكلها معكم. هنا كنشكل الحلوه على شكل كبيرات صغيره. بالنسبه لهذا الطبسيل هذا درت فيه خليط ما بين السكر سنيده ولا السكر الخشن وجوز الهند او الكوك، واحد الساشي ديال الفاني. غادي نحاول نفند فيه مزيان هذوك الكويرات ديال الحلوه. من الاحسن انكم تكوروا العجينه كلها باش كتجيكم الخدمه نقيه وسهله. كتكوروهم كاملين عاد كدوزوهم في هذه المرحله هذه ديال انكم ديروهم في الكوك والسكر. صافي كنطبعوا بالطبع. كنديروا هذاك الطابع ديال البطاطا كما كنقولوا في الدقيق باش ما كتلصقش لينا، وكنطبعوا بها الحلوه ديالنا من بعد ما كنفندوها في هذاك السكر والكوك بهذا الشكل هذا. راه ساهله جدا وكتحضر بسرعه. اسرع حلوه هي هذه. كما قلت لكم اللي باقا ما صايباتش الحلوه ديرها، راه كتجي زوينه لذيذه بزاف وكتجي يعني وفيره، كتعطي كميه كبيره وسهله اقتصاديه جدا. صافي كنكمل بنفس الطريقه كما كتلاحظوا معايا. غنديرها في الفران باش طيب. بالنسبه للفران كيكون مشعول على 200 درجه اولا 180 درجه من الاسفل ومن الاعلى. كتحمر لنا من التحت وكتاخذ واحد اللون ذهبي من الاعلى، وكنخرجوها نردو معاها البال باش ما تحرقش لكم. دابا غادي ندخلها ان شاء الله للفران باش طيب، ومن بعد ما طيب نتلاقى معكم باش نشوفوا طريقه التزيين ديالها. وهنا من بعد ما طابت لي الحليوه كتجي على هذا الشكل هذا مذهبه، كتجي رائعه جدا. واحد الريحه ما نقولش لكم عاطيه في الدار صراحه زوينه بزاف. كتجي كلها مذهبه وكتجي مقرمشه فيها واحد القرمشه، واحد المذاق ديال الكوك خطيره جدا. هنا عندي الشوكولات كحله اولا الشوكولا سوداء اللي ذوبتها، وعندي كاوكاو ايفيلي اللي حمرته واحد شي شويه في المقله، غير ذهبته شي شويه. غنزين به. كنغطسو نصف ديال الحبه ديال الحلوه في الشوكولات بهذا الشكل هذا، وغادي نرش عليها هذاك الكاوكاو ايفيلي. تقدروا ديروا كاوكاو مهرمش اولا اللوز مهرمش، يعني لكم اختيار. انا فضلت ندير هذا الكاوكاو ايفيلي بحال هكا كيعطي واحد الشكل زوين. وكنحطوها في بلاستيكه. كنديروا بلاستيكه فوق سطح العمل وكنحطوا عليها الحلوه ديالنا حتى كتنشف مزيان. دائما الحلويات ديال الشوكولات كنفرشوا ليهم واحد البلاستيكه باش كيسهل لنا اننا ملي كتجمد الشوكولات ما كتهرسش لكم الحلوه ملي كتهزوها. صافي كنستمر بنفس الطريقه. كنغطس ليها النص ديالها في الشوكولات وكنرش عليها شويه ديال داك الكاوكاو ايفيلي اللي قلت لكم كنكون محمر شي شويه في المقله كيذهب اللون ديالو فقط. وكنحطوها حتى كتنشف مزيان، ونتلاقى معكم ان شاء الله باش نشوفوا الشكل ديالها النهائي. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديال اليوم اللي شاركت معكم. كتجي على هذا الشكل هذا. كتجي حلوه رائعه جدا وسهله في التحضير ديالها بمذاق رائع جدا. صراحه كيعشقها الكبير والصغير. بالنسبه لعشاق حلويات الكوك غتعجبكم هاد الحلوه هذه اللي كيعجبهم المذاق ديال الكوك. صراحه حلوه رائعه جدا لذيذه وسهله في التحضير ديالها بمكونات بسيطه. كتجي فيها واحد القرمشه رائعه جدا. ما تبخلوش عليا بلايك الفيديو الا عجبكم، بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم والاحباب، وخلوا لي كومونتير زوين بحالكم اسفل الفيديو. السلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه وعشركم مبروكه.